الأيام دي البرمجة هي وظيفة الأحلام لمعظم الناس. الشغل بيخليك تشتغل من البيت وتقبض فلوس كتير وتعيش حياة مختلفة عن معظم الناس. برضو انت الشخص اللي بيحول الأفكار اللي في دماغ الناس لحقيقة على أرض الواقع، ودي بقى صورة نمطية كفيلة تخلي أي شخص عايز يطور من نفسه دلوقتي بقى عايز إنه يتعلم برمجة. وانا كمان كنت الشخص ده. من سنه فاتت بدات في كليه حاسبات وذكاء اصطناعي رحلتي مع البرمجه، وبعد ايام كتير وحاجات كتير اتعلمتها لغايه دلوقتي من الجامعه ومن بره الجامعه، البروبلم سولفينج، تصميم وبرمجه المواقع وبرمجه التطبيقات. حتى النهارده انا هنا عشان اقول لك ليه ما تتعلمش برمجه. ملخص الموضوع ان البرمجه مش حاجه سهله انك تتعلمها عشان كذا سبب. اولا ان هي ممله، طريقها طويل، ومش حاجه سهله خالص انك تعمل حاجه انت دلوقتي شايفها بمجرد انك شايفها بعينك على الموبايل ده معناه انها سهله انها تتعمل. انما بالعكس بتاخد منك يمكن سنين تتعلم وسنين تانية خبره عشان تعرف انك تستلم شغل بالحاجه اللي انت متعلمها دلوقتي دي. على عكس مجالات تانية كتير، مجالات تانية فعلا كتير انت ممكن تنزل تتعلم فيها كام شهر وبعدين تبدأ تنزل فيها شغل. بس لا، مش بس كده. دلوقتي انت اي مجال انت بتبدأ تتعلم فيه، زي مثلا على سبيل المثال الطب. انت دلوقتي شخص في طب، الكلية اللي فيها تعب اكتر تقريبا كلية من بين الكليات كلها. بس في ملاحظة، دلوقتي انت بتدخل طب من سنة اولى وبتخلص مثلا في سنة 6 7 على ايا كان يعني اللي بيحصل واللي انت بتتعلمه جوه. بس انت بمجرد ما تخلص الكليه انت دلوقتي بتبدا تنفذ، بتبدا انك خلاص انت تقريبا يعني رحله تعلمك خلصت. يعني مش خلصت، نسبة تعلمك قلت بنسبة 80 90%، الباقي اللي انت هتتعلمه بمجرد خبرات عملية. انما بقى هنا الموضوع مختلف بشكل كبير جدا. انت بمجرد انك تبدأ جامعة وبتبدأ انك تتعلم، رحلة التعلم بتاعتك دي ما بتخلصش غير لما تموت او تبطل انك تتعلم برمجة. فلا، ما تستناش انك تبطل تتعلم حاجة زي كده. ومش بس كده، المشكلة مش هنا زي ما قلت لك. المشكلة في ان الحاجات اللي انت دلوقتي لسه متعلمها الوقت هيعدي عليها اسرع بكتير من الوقت اللي انت اتعلمته فيها، وهتلاقي الحاجه دي ادمت، طلع حاجات جديده انت محتاج تتعلمها. المجال ده بالذات سرعه تطوره كبيره جدا. يعني انا مش محتاج اقول لك دلوقتي الذكاء الاصطناعي من سنتين بالظبط كان ايه ودلوقتي بقى ايه. يعني انت شايف الاخبار في الدنيا كلها دلوقتي، اي مشروع دلوقتي بقى طالع بيزد اون اي اي، كله دلوقتي شغال بالارتفيشال انتليجنس. فاللي انت هتتعلمه في سنه، في سنتين، في 3 سنين مش هتشتغل بيه تقريبا المده دي. يعني ده في حالات معينه، انا مش بتكلم بشكل عام. بس الوقت هيعدي والحاجه اللي انت اتعلمتها هتلاقيها بتعدي معاك، وانت محتاج تتعلم جديد ومحتاج انك تنسى اصلا اللي انت كنت قعدت سنين تذاكره ده. فبصراحه في حاجات كتير قوي تخليك ما تدخلش تبقاش مبرمج ولا تعرف اصلا عن المجال ده، عشان في مجالات تانية انت ممكن تدخلها تتعلم فيها وتتعلم اسرع بكتير من ده، وبرضه في نفس الوقت تعمل فلوس كويسه. فيعني لو هتقارن فبصراحة في حاجات كتير تغلب البرمجة من حيث الشغل. بس دلوقتي انت غلطان، وهنا دي المشكله بقى. المشكله انك كان في دماغك فعلا انك تتعلم تبقى مبرمج، وعشان كده انت دخلت الفيديو ده، سواء انت لسه بتتعلم او بتتعلم او لسه بتفكر انك هتتعلم. انت دلوقتي ممكن يكون بقى عندك شك انك انت فعلا محتاج تدور على مجال تاني. ليه تختار المجال ده في حين ان في مثلا حاجه زي الديزاين زي ما انا قلت لك تتعلمها، زي ما انا قلت لك ان دلوقتي شغال بيها. بس زي ما قلت لك ان المشكله هنا مش ان البرمجه وحشه، المشكله هنا ان انت مش عارف اصلا انت عايز ايه، ومجرد ما قلت لك كلمتين انت بقى عندك شك دلوقتي انك مش عايز تتعلم برمجه وعايز تشوف مجال تاني. وانا بصراحه واقف في صفك. بس دلوقتي خلينا نشطب عنوان الفيديو اللي انت دوست عليه عشان تدخل تشوف ليه ما تتعلمش برمجه، وخلينا اقول لك انت ليه المفروض تتعلم برمجه اصلا. مبدئيا كده، والحاجه اللي فعلا بتشد ناس كتير للمجال ده لدرجه انك ماشي دلوقتي اي شخص في الشارع تقريبا تلاقيه بيقول لك انا هطور نفسي واتعلم برمجه، انا هتعلم برمجه وهعمل فلوس وهكسر الدنيا، هقبض بالدولار. وبصراحه يعني هي ايوه، المجال فعلا فيه فلوس، فيه فلوس تخلي الناس كلها تتكلم عليه بالشكل اللي انت شايفه ده. بس في نفس الوقت هي مش فلوس من فراغ، مش فلوس اي حد يقدر ياخدها، مش اي حد يقدر يشتغل كمبرمج. وهي دي النقطه اللي مخليها فعلا المجال فيه فلوس، نقطه العرض والطلب. عشان كونك مبرمج فانت دي حاجه مش بقيت فيها في يوم وليله، انت على الاقل بقالك سنه بتتعلم، بقالك سنه بتعمل في مشاريع، بقالك سنه بتاخد خبره وبتحاول انك تشتغل وتشوف كذا وكذا وكذا، وبتحاول تتعلم حاجات كتير جدا. فانت شغلك مش مقتصر على انك مثلا عامل مصنع بتشيل حاجه من المكان ده بتحركها تحطها في مكان تاني، انما شغلك بيعتمد على مهارات انت بقالك سنين وايام وساعات ومشاريع بتطور فيها، بقالك كتير بتدور. وده على عكس اللي الناس كتير جدا بتعمله. عشان طبيعي ان اي حد يزهق من المجال ده. يعني انت في ضريبه انت بتدفعها بمجرد انك تدخل هنا، وهي ضريبه انك مش هتكمل. معظم الناس بتبدا ايوه فعلا المجال ده، بس معظم الناس برضه ما بتكملش. وهو ده السبب ان فيها فلوس، ان في شغل
وبرضه مفيش مبرمجين بالدرجه اللي تغطي الشغل يعني، وعشان ده شغل مش اي حد يقدر يوصل له او اي حد يقدر يشتغل بالمهاره دي، فهو عشان كده فيه فلوس كتير، عشان مش اي مشروع انت ممكن تاخده كده بسهوله وصاحب الشغل ده يأتمنك عليه ويديك فلوس كده على الفاضي، انما انت بيكون عندك مهارات معينه مش عند اي حد تاني، مش عند معظم الناس التانيه، عشان في الوقت ده انت تقدر تشتغل وتاخد فعلا فلوس تقدر تكافئك على السهر والتعلم الطويل، رحله التعلم الصعبه الممله اللي انت قعدت تسمع فيها ريكيرجن 5-6 مرات عشان تفهمه. فانت هنا بتلاقي التعويض بتاعك اللي انت قعدت كتير تذاكر فيه مقابل لان مفيش ناس كتير زيك، مفيش ناس كتير متعلمه لدرجه ان هي وصلت ان هي تقدر تشتغل بالمهاره دي او البرمجه بشكل عام. بس الاول خليني اكلمك عن فرصه كويسه جدا من الشركه المالكه لاكبر موقعين للعمل الحر في الوطن العربي، وهي اكاديميه حاسوب، واللي بتقدم لك دورات شامله في معظم مجالات البرمجه باللغه العربيه، زي دورة تطوير تطبيقات بايثون اللي بتاخدك من الصفر للاحتراف من خلال التطبيق العملي وبناء مشاريع حقيقية، واللي هتضمن لك تتعلم وتثبت خبراتك من خلال معرض اعمال او بورتفوليو انت اللي بتعمله على مدار الدوره، وكمان بيكون جاهز معاك لاي انترفيو شغل. ده غير ان شهاده اكاديميه حاسوب هتفتح قدامك فرص كتير للعمل الحر، لانها معتمده من شركه حاسوب اللي عملت خمسات ومستقل اللي هم اصلا اكبر منصات العمل الحر في الوطن العربي. وكمان بيكون معاك اثناء الدراسه دعم من فريق متخصص في البرمجه، وممكن تسالهم على اي حاجه او حتى تطلب مساعدتهم في الشرح كمان. وبعد ما بتخلص بيكون في ارشاد وظيفي هيساعدك تبني حساباتك على مواقع العمل الحر والتوظيف، وهيعمل لك كمان سي في احترافي. وكمان حابب اشكرهم بصراحه لانهم لما عرفوا ان انا هتكلم النهارده عن البرمجه وعرفوا عن موضوع الفيديو، حابب ان هم يدوني كوبون بخصم $100 لأول 10 أشخاص على أي كورس ممكن يسجلوا فيه لما تستخدم الكوبون ده سيف 100. فتنساش تستخدم الكوبون. ولو عايز تعرف أكتر عن أكاديمية حاسوب هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت الفيديو. والحاجة التانية اللي هتفيدك جدا لو انت فعلا بتفكر انك تتعلم المجال ده، وهي فكرة ان المجال ده تنافسي جدا جدا بشكل كبير، فكرة حل المشكلات بالذات والبروبلم سولفينج، وفعلا مفيش اي مجال تاني في قدر التنافسية اللي موجود في المجال ده، من مسابقات ممكن تشارك فيها وكوميونتي كله بيحاول يتعلم نفس الحاجة ويحل مسائل اكتر مع بعضه، ورانكات كل واحد بيحاول يتعلم اكتر عشان يعلي الرانك بتاعه في حل المسائل، لغاية حتى التنافسية بينك وبين نفسك وانت بتحاول تطلع فكرة لمسألة معينة، واللي فعلا حاجة مش موجودة في أي مجال تاني بالشكل ده. وعلى قد ما هي حاجة حلوة فعلا، هي برضو حاجة صعبة، عشان ساعات انت بتقعد كتير تفكر في مسألة واحدة وتقعد تحل غلط وتتعلم وتحل غلط عشان بس تجيب الحل. وتقريبا ده الطبيعي في انك لما تيجي تتعلم اي حاجة جديدة ايا كانت هي ايه. بس بشكل عام المجال ده لشخص بيحب التنافسية هيكون حاجة بمثابة مكان كده مش هيحب يطلع منه اصلا. لو سألتك ايه هو اكبر سلاح ممكن يكون مع شخص معين، ايه هي هتكون اجابتك؟ من وجهة نظري اعتقد هي مخيلته، الحاجة اللي ممكن يفكر فيها. يعني تخيل معايا كده الوهلة ان اي حاجة تيجي في بالك انت قادر فعلا تبرمج حاجة شبه كده وتطلعها للحقيقة وفعلا تستخدمها. وبالظبط هو ده شغل البروجرامر فعلا، انك تطلع فكرة من دماغ شخص من مجرد فكرة لحقيقة فعلية تقدر تشوفها على ارض الواقع. فكرة ان ممكن تنفذ اي حاجة في دماغك لوحدها فكرة كبيرة جدا بكل المقاييس، ناهيك عن ان دلوقتي تقريبا كل حاجة في العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بتتمحور حوالين الكمبيوتر والموبايل اللي في ايدك. فتخيل بس تكون قادر تعمل برنامج زي مثلا اللي انت بتشوفني منه دلوقتي، ساعتها هتبقى هي حدودك في انك توصل لكل شخص ماسك موبايل في ايده غير مخيلتك انت. مجرد فكرة انت قادر تنفذها بتديك امكانية كبيرة جدا، لو حد عرف يستغلها فعلا هتبقى سلاح كده في ايد الشخص ده. من الاخر على قد ما فعلا في عيوب في البرمجة وصعوبة تعلمها في البداية، فهي برضو مجال لا غنى عنه دلوقتي في اي حاجة بنعملها. فقرارك انك هتتعلم برمجة لازم تكون عارف قبله الحاجات اللي ممكن تقف قدامك، وانك هتتعب شوية وانت بتتعلم، بس في الاخر هتلاقي ان التعب ده يستحق اللي هتاخده من مهارات ومكانة اجتماعية وفلوس حتى. واخيرا لو خلصنا وانك تبدأ تتعلم برمجة، فاكاديمية حاسوب هي مكان كويس. شوفهم اكتر، هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن وفي اول تعليق تحت الفيديو. بس كده، اشوفك الفيديو الجاي.